عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الثانوي دفعة 2025، خلاص. أولياء أمور طلابنا المحترمين، يا رب تكونوا بخير كده وصحة وسلامة. الفيديو ده كده يا جماعة إن شاء الله هناخد بس جزء بسيط من وقت حضرتك، بس بجد كلام مهم جدا، والله مهم جدا، سواء لولي الأمر أو لطلابنا المترقبين بإذن الله تعالى للنتيجة. طب يا جماعه، احنا عارفين طبعا كلنا ان احنا في الساعات دي او في الاوقات اللي احنا فيها دي دلوقتي كله قاعد مترقب نتيجه الثانويه العامه. نتيجه طبعا لكل الناس بتنتظرها، نتيجه زرع وحصاد لسنين، فكل الناس مترقبه هذه النتيجه بشكل يعني كبير جدا، وانا عارف ومقدر تماما قلق طلابنا وقلق كمان اولياء الامور. ولذلك صديقي العزيز، والله انا بتكلم في الفيديو ده اكتر بلغه الاب مش بلغه المعلم، والمعلم اب في الاول وفي الاخر، ولذلك لازم هو فعلا يكون كالعاده اب لابنائه. ولذلك والله انا في شويه حاجات كده، انا عن نفسي لو بنتي السنه دي في ثانويه عامه انا كنت هعملها معاها. ولذلك انا حبيت ان انا اوجه بس ولي الامر، وانا عارف ان باذن الله تعالى اولياء امورنا كمان اكثر وعيا وحكمه مني، ولكن وجب التذكره من باب وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. في الاول بس يا جماعه، يعني انا يعني كالعاده، وده مش ده والله يعني غيض من فيض، يعني شيء قليل جدا لاولياء الامور. يعني اولا بنتوجه بالتحيه لاولياء امور طلابنا على دعمهم المستمر والله على مدار السنه وعلى مدار السنين اللي قبل كده. احنا عارفين تماما ان ولي الامر في اقصى الظروف اللي بيكون فيها، يعني ممكن يبقى في ظروف صعبه جدا، الا انه بيكون دائما وبيحاول في كل وقت ان هو يكون داعم بشكل جيد لابنه عشان يوصل باذن الله تعالى لهدفه. ولذلك طبعا يعني مفيش اي شكر ولا اي كلام هيوفي حق اولياء الامور اللي تعبوا معانا على مدار السنه وتحملوا، سواء يا جماعه على المستوى المعنوي او على المستوى المادي، النفقات الكتيره اللي كانوا بينفقوها على اولادهم في سبيل ان هم يوصلوهم لشيء طيب باذن الله تعالى. وفتره الامتحانات والفتره العصيبه اللي عدى بيها الاولاد، كل الكلام ده يا جماعه احنا عارفين تماما ان كتير من اولياء الامور كان داعم بشكل جيد لطلابه. ولذلك انا بس بفكرك ان دورك لسه ما انتهاش، ودورنا احنا كمان لسه ما انتهاش. الكام ساعه اللي جايين دول احنا محتاجين منك ربع ساعه لازم تقعد مع ابنك، ودي نصيحه لاولياء الامور قبل ما تكون للطلبه. انا كلامي جاي لطلابي طبعا دلوقتي، ده كلام انا كأب ليهم بصراحه، لازم ان انا اوجه لهم كلام، واسمع كويس لان الكلام ده هيفرق معاك، والله هيفرق ومفيد جدا. وما هواش كلام زي ما البعض يقول لك كلام تنميه بشريه، انا هثبت لك ان هو كلام حقيقي وواقعي. طب ولي الامر لازم يعمل ايه في الكام ساعه اللي جايين دول؟ احنا محتاجين منك مش اكتر من ربع ساعه انك تقعد مع ابنك. هل حضرتك قعدت هيأت ابنك للنتيجه؟ هيأته، جهزته؟ ابنك حاليا في حاله من الترقب، تجربه اول مره يمر بيها. لا مش ده. هتقول لي ما عادي يعني، ما نتيجه فعله. ايوه ما انا عارف. هيأته ازاي هيستقبل النتيجه؟ يعني هل هو دلوقتي هتظهر النتيجه، هل هو مهيأ يستقبلها؟ هل هو جاهز؟ كل شيء يا جماعه لازم نتهيأ ليه ولازم نتجهز ليه. حاجه زي اللي احنا داخلين عليها دي مهم جدا يا جماعه ان احنا نهيئ ابنائنا ليها. ولذلك تعالى نقسم الموضوع لجزئين. احنا طبعا كلنا عارفين يا جماعه ان باذن الله لما النتيجه هتظهر هيكون شيء من اتنين: اما ان يكون مراد الله بك موافق لمرادك، يعني ربنا سبحانه وتعالى قضاه فيك موافق للي انت كنت تحبه. انت كنت تحب انك ربنا يكرمك وتجيب 95% وتخش كليه الطب، فجبت 95%، وباذن الله ربنا يكرمك وتخش كليه الطب. ربنا يوفق كل واحد لكل ما يتمناه، وباذن الله كمان ربنا دايما بيكتب الخير لكل الناس. ولكن اللي انا عايز اقوله ان انا النهارده لازم اهيئ ابني ان هو النتيجه هتكون حاجه من اتنين: اما ان يكون مراد الله بيك موافق لمرادك لهدفك اللي انت اخترته من بدري وحاولت وسعيت ليه واجتهدت انك توصل له، فربنا سبحانه وتعالى وصلك للي انت تمنيته او اللي انت حلمت بيه. طب في الحاله دي ابننا لازم يعمل ايه؟ لازم نوجه ابننا من دلوقتي. هل انت قلت يعني نويت باذن الله تعالى هتعمل ايه لما يحصل كده؟ هتشكر ربنا ازاي على نعمته عليك؟ ما هو دي نعمه تستوجب الشكر. هل انت جهزت نفسك؟ جهزت هتعمل ايه؟ ما انت لازم تكون مجهز انت هتعمل ايه. مفيش حاجه اسمها تنتظر انت الموضوع. طبعا احنا دايما حاسين الظن بالله، يعني احنا عندنا دايما حسن ظن بالله، وده شيء لازم يكون موجود فينا. لكن انا بتكلم النهارده ابننا حقق اللي هو كان عايزه، لازم يبقى عارف هو هيعمل ايه بعدها. هيعمل ايه من شكر لله على نعمه اللي هو وفقه ليها، ما ده من توفيق ربنا مش حاجه ثانيه. ما حدش فينا بيقدر يوصل لاي شيء غير بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى. فهذا التوفيق اللي ربنا منحه لابننا يستوجب الشكر. طب الشكر ده هنشكر ربنا ازاي على ده؟ لازم نكون مجهزين احنا هنشكر ربنا ازاي وناويين
وزي ما بقول لك كده يعني يبقى نذر لله تعالى ان احنا ربنا سبحانه وتعالى ان اكرمنا ووفقنا، هو ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا دايما باذن الله، يكرمنا ويوفقنا ووصلنا لهدفنا، فاحنا باذن الله هنعمل وهنعمل وهنعمل ونفي بعهد الله باذن الله تعالى. ونسال ربنا سبحانه وتعالى ان يعطي كل ذي سؤل سؤله، ان كل واحد سال ربنا شيء ان شاء الله ربنا يديهوله وافضل منه كمان. طب ان جاء مراد الله بك يا ابني بقى حبيبي دلوقتي جه مخالف لمرادك، انت كنت بتطمح في شيء فلم تحصل عليه، هنعمل ايه؟ كل سنه يا جماعه احنا بنشوف حاجات غريبه. اولا لازم تطمن ابنك، لازم تطمن ابنك ان انت بما انك شفته عمل اللي عليه، اهم حاجه بس يكون عمل اللي عليه، انا بقول اهو يكون ابننا عمل اللي عليه، ابننا اجتهد وتعب واحنا شفناه وهو بيتعب وعمل اللي عليه، ولكن لم يوفق في النتيجه. ربنا سبحانه وتعالى لم يرد ان يوفقه لما اراد، لشيء اراد بيه شيء تاني. لازم نعلم ابننا ازاي يستقبل قضاء ربنا فيه بشكل جيد. ليه؟ عشان ما نشوفش من ابنائنا اللي يجي بقى يقول لك ايه، بس انا ما كنتش استاهل كده، ليه كده يا رب؟ والاقوال اللي انا وانت كلنا عارفين كاباء ان الاقوال دي مخالفه للي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيه. ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نبقى راضيين دايما بقضائه، لازم قضاء ربنا سبحانه وتعالى، بص قضاء ربنا سبحانه وتعالى نافذ فيك. ولكن زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لامر المؤمن ان امره كله لخير. احنا بقى عايزين ابنائنا كده، لو أصابه الخير شكر فكان خيرا له، طب وإن أصابه الضر أو الشر صبر فكان خيرا له. احنا عايزين ابننا على الحال ده. فلو جه تدبير ربنا سبحانه وتعالى مخالف لمرادك اللي انت كنت عايزه، اوعى في الحاله دي بقى تزعل وتقنط وتبقى من جواك في غصه كده، وانا مش راضي بقضاء ربنا فيا. لا، انا راضي ربنا سبحانه وتعالى، انا راضي عن تصريف ربنا سبحانه وتعالى فيه، وهمتثل لامر الله سبحانه وتعالى، وعارف ان ربنا سبحانه وتعالى ما اراد ذلك، ما منعني الا لخير وما اعطاني الا لخير. في الحالتين هو ربنا سبحانه وتعالى لو اعطاني الخير ليه، ولو منع عني الخير ليه. اوعى تكون فاكر حاجه غير كده. فلازم تهيئ ابنك للحته دي عشان يستقبل قضاء ربنا سبحانه وتعالى بشكل جيد، وما نشوفش عدم تقبل بشكل سيء. بنشوف حاجات يا جماعه نماذج سيئه، وده لان احنا بنأثر في توجيه طلابنا وابنائنا، ان احنا بنقول لهمش يعملوا ايه لما يصاب، لا هيبقى لازم يبقى كويس. الحاجه الثالثه لازم توجه ابنك كمان ان المجموع والكليه مش دلاله على النجاح والرزق، لان الموضوع ده اصبح عالق في اذهان الكثير. يعني كله دلوقتي، انا يا جماعه ما زلنا مع فكره ان انا عايز اطلع ابني دكتور ومهندس. طب انا بنتي باذن الله السنه الجايه موجوده في ثانويه عامه، انا لا عايزها دكتوره ولا مهندسه والله، ولا اسعى لذلك ولا هي تسعى لذلك، ولن ارضى ان هي تبقى دكتوره، مش تقليلا من شان الاطباء فوق راسنا واحنا بنحتاجهم، نعم. هو انا النهارده لما بتعب ما انا محتاج الطبيب، بس ما تبقاش فكره الناس منحصره ان النجاح ان تكون طبيب او مهندس، ما هم يعني هم فوق راسنا. طب ما النهارده انا معلم، انا اللي علمت الطبيب والمهندس، لو انا مش موجود لا ده هيتعلم ولا ده هيوصل. مع احترامي، احنا بنكمل بعض، احنا يا جماعه منظومه بتكمل بعضها، ما حدش افضل من حد. والنجاح انك تكون ناجح في المكان اللي انت موجود فيه. وهنا يا جماعه بنأكد تاني ان ده مش كلام زي ما بعض الناس يقول لك يا عم ده كلام تنميه بشريه. يا حبيبي لا، التجارب الحياتيه ليست تنميه بشريه. انك توجه الواحد لكيفيه النجاح في المكان اللي هو موجود فيه ده عين النجاح. ان انت تصنع مدرس ناجح، طبيب ناجح، مهندس ناجح، طيار ناجح، نجار ناجح، كده انت عندك مجتمع كله على بعضه ناجح. لكن ما فيش حاجه اسمها مجتمع كله اطباء ومهندسين ينجح. يعني لو مجتمع كله اطباء ومهندسين وما فيش سائقين وما فيش يعني كهربائي، ما فيش اللي بيعمل لك شغل الكهرباء في المكان اللي انت فيه، هتنجح ازاي؟ انت في ايه يا سيدي؟ احنا نتكامل مع بعض، دي منظومه متكامله. النجاح فيها ان يكون كل فرد ناجح في ايه؟ فيما سخره الله له، ان ربنا سبحانه وتعالى قادك للطريق ده تنجح فيه. بس كده. وانك تجتهد وتبذل اقصى ما عندك. لكن انك تربط النجاح ان ابننا ما دخلش كليه الطب يبقى ابننا فاشل، ليه ابننا مش فاشل؟ ابننا باذن الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى سخر له شيء وقدر له شيء، وباذن الله ربنا سبحانه وتعالى هيوفقه في اللي هو دخل فيه، بشرط ان هو يسعى ويجتهد بشكل جيد. فلازم نهيئ طلابنا للحته دي يا جماعه، عشان كمان الولد ما يبقاش مكسور. مش كلنا يا جماعه، مش كل الطلبه بتجيب فوق 90%، لان احنا كمجتمع بقينا نقيم فوق 90% انت ممتاز وحلو وشاطر وابننا وجميل واحنا فخورين بيك، وما دون ذلك لا نفخر بيك، لا تفخر بيه يا سيدي. احنا نفخر بيه على كل الاحوال طالما اجتهد وسعى. شرط دايما ان هو يجتهد ويسعى، نكون فخورين بسعيه واجتهاده ايا كانت النتائج. بس كده، هو ده اللي احنا عايزينه دايما. الحاجه اللي بعد كده كمان يا جماعه ان دايما زي ما انا قلت ان يوجه الطالب او الابن لحسن الظن بالله. لازم يبقى كده ظنك بالله خير، كل ظنك بالله خير، ظنك كده لا يضيعنا.
زي ما ربنا قال فما ظنكم برب العالمين. ده سؤال هنا يا جماعه، يعني إيه انت ايه ظنك برب العالمين؟ هيعمل فيك ايه؟ ظني انا لا يضيعني، ظنك انت لا يضيعك، ظنك ان هو هيكتب لك الخير. ده يكون ظنك دايما واعتقادك في ربنا سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى تكفل بهذه الامور وضمنها لك، قال لك يدبر الامر، يدبر الامر. هو ربنا سبحانه وتعالى اللي بيدبر لك امرك. ومكتوب في مكتوب من ايه؟ من قبل ما انت تتولد وانا اتولد، كل شيء كتب علينا خلاص، الا اننا وانت في الاول وفي الاخر مطلوب مننا الاخذ بالاسباب والسعي والاجتهاد، بس كده. فانا عايزك تكون مطمئن بقى، وده الحاله المفترض ولي الامر يسعى ان هو يخلي ابنه متقبل فيها كل قضاء الله، كل قضاء الله يكون متقبله بصدر رحب، عشان فعلا يعرف يتعامل وما يبقاش في اي مشاكل نفسيه عند الولد. ما انا مش هحطم الولد نفسيا عشان ما قدرش ان هو يحقق 95% في ثانويه عامه، مش دي المشكله يعني. احنا ابننا باذن الله تعالى ربنا يكرمه ويوفقه باذن الله للي ربنا كتبه له.